فضيحة ضريبية تهز الصندوق المهني المغربي للتقاعد ومطالب باسترجاع 6 ملايير ونصف. قبل ما نبداو ديروا واحد لايك تشجيعا لنا واشتركوا في القناة إلا ما كنتوش مشتركين وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. إليكم التفاصيل. اهتز الصندوق المهني المغربي للتقاعد على وقع فضيحة ضريبية وصفتها التنسيقية الوطنية متقاعدي الأبناك بالمدوية بعدما تبين أن خطأ فادحا في احتساب الضريبة على الدخل حرم مئات المتقاعدين من حقهم في الإعفاءات المقررة قانونا، وأدى إلى اقتطاع مبالغ ضخمة من مستحقاتهم قدرت بنحو 6 ملايير ونصف سنتيم. وجاء في بلاغ صادر عن التنسيقية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن إدارة الصندوق قامت خلال سنتي 2023 و2024 باقتطاع ضريبة غير مستحقة من رأس مال الناتج عن المساهمات الأجرية لمجموعة من المتقاعدين في تجاهل تام للإعفاءات التي أقرتها الدولة. الأخطر وفق البلاغ النقابي أن إدارة الصندوق لم تبادر إلى تصحيح الخطأ أو إخطار المعنيين بالأمر، بل عمدت إلى التستر عليه معتمدة أسلوبا انتقائيا يفتقر إلى مبدأ الشفافية والمساواة، ما اعتبرته التنسيقية خرقا واضحا لأخلاقيات المرفق العمومي وللثقة المفترضة في مؤسسة ذات طابع اجتماعي حساس مثل الصندوق المهني المغربي للتقاعد. البلاغ ذاته أشار إلى أن الرئيس المدير العام السابق للصندوق الذي تولى مهامه لأكثر من عقدين أنهى مساره المهني على وقع هذه الفضيحة التي كشفت بحسب النقابة عن حالة من الانهيار المهني والأخلاقي داخل بعض مفاصل المؤسسة، وطرحت تساؤلات حول آليات المراقبة والمساءلة داخل الإدارة المعنية. وقد وجهت النقابة الوطنية للأبناك بتاريخ 20 يونيو 2025 مراسلة رسمية إلى إدارة الصندوق المهني المغربي للتقاعد تطالب فيها بالتدخل الفوري لإنصاف المتضررين واسترجاع المبالغ المقتطعة خطأ، مع التأكد من استردادها من طرف المديرية العامة للضرائب دون تحميل المؤسسة أو المنخرطين أي أعباء مالية إضافية. كما دعت جميع المتقاعدين البنكيين وغيرهم ممن استفادوا من رأس المال خلال الفترة المذكورة إلى التقدم بشكايات فردية، محذرة من محاولات معالجة الملف عبر تمويل داخلي من احتياطات الصندوق أو مساهمات المنخرطين. وأكد المكتب الوطني للتنسيقية عزمه مراسلة الوزارات الوصية وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الصندوق لتحميلهم المسؤولية الكاملة مع التلويح باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والنضالية المشروعة دفاعا عن حقوق المتقاعدين. وفي خبر آخر، تغييرات جذرية مرتقبة في سلكي الإجازة والماستر بدءا من الموسم الجامعي المقبل، وهذه هي خطوطها العريضة. إليكم التفاصيل. كشفت مصادر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن الوزارة تستعد لإدخال تغييرات واسعة النطاق على منظومة التكوين الجامعي بسلكي الإجازة والماستر، وذلك ابتداء من الدخول الجامعي المقبل. هذه الخطوة تأتي في إطار إصلاح شامل يهدف إلى تحسين التكوين وربط الجامعة المغربية بمحيطها السوسيو-اقتصادي والمعرفي في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم. التغييرات المرتقبة التي تم اعتمادها رسميا خلال ندوة رؤساء الجامعات المنعقدة
بتاريخ 3 يوليوز 2025 جاءت بناء على توصيات شبكة العمداء وتهدف إلى إعادة هيكلة الهندسة البيداغوجية بما يضمن تجاوز الإشكالات التي ظلت تعاني منها الجامعة المغربية منذ سنوات. ومن أبرز ملامح هذه الإصلاحات إعادة تنظيم الوحدات البيداغوجية بشكل أكثر عقلنة مع تقليص وحدات اللغات والمهارات مقابل توسيع قاعدة الوحدات المعرفية والتطبيقية بما يسمح للطلبة بالتركيز على الكفايات الأساسية التي تؤهلهم لسوق الشغل. كما سيتم وفق نفس المصدر اعتماد نظام جديد للتسجيل والتنسيق البيداغوجي، حيث سيتم في سلك الإجازة تسجيل الطلبة في جذوع وطنية مشتركة عوض المسارات المحددة سلفاً، وهو ما سيمنح الطالب مرونة أكبر في التوجيه الذاتي واكتساب معارف متعددة قبل التخصص. أما في سلك الماستر فستعرف الهندسة البيداغوجية بدورها تعديلات هامة، من أبرزها برمجة مشروع نهاية التكوين بعد استيفاء الفصول الثلاثة الأولى، ما من شأنه تعزيز جودة المشاريع وتفادي التسرع أو ضعف التأطير. الوزارة من جهتها تعمل حالياً على إعداد دفاتر الضوابط البيداغوجية الجديدة وتنقيح مضامين التكوين في إطار مقاربة شمولية تروم إحداث قطيعة مع النماذج التقليدية وتعزيز قدرة الجامعة على مواكبة تحديات الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي ومجتمعات المعرفة والإعلام. وتراهن الحكومة من خلال هذا الورش الإصلاحي الطموح على جعل الشهادة الجامعية المغربية أكثر تنافسية داخل وخارج الوطن، وتمكين الطلبة من مهارات عملية تؤهلهم للاندماج السلس في سوق الشغل. ويبقى نجاح هذا المشروع رهينا بمدى انخراط كافة الفاعلين في الحقل الجامعي وقدرة المؤسسات على التأقلم مع الرهانات الجديدة وتوفير الموارد البشرية واللوجستية الكافية لترجمة هذه التحولات النظرية إلى واقع ملموس داخل مدرجات الجامعة المغربية. شكرا على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله.